اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الورد والفل والياسمين. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة بالصلاة على الرسول ولايك وشير وسبسكرايب لأسرار المطبخ مع سمر. عندنا عزومة النهاردة للأختين الحلوين العروستين. شفتوا بقى آخر عروستين في العيلة كانوا مين هم دول؟ عزمهم النهاردة عزمة نور وحنان. وللأسف هاخد قلم. يلا بينا نكمل الفيديو ونشوف ايه حتة القلم اللي البنتين الأزعتين ادوهولي. اول حاجه هبدا بيها النهارده وهو العصير، وقبل واحنا هنقع الكركديه مش هغليه او العناب، هحط السكر في الميه وشطفت الكركديه بتاعي ونزلت بيه وهركنه. اول حاجه عملتها الصبح اول ما قمت قلت اجهز العصير اللي بتاخد وقت زي الكركديه زي ما قلت لكم كده، حطيته في ميه بسكر وهغطي عليه الميه بارده خالص من الحنفيه وهنسيبه، هنبعده خالص بعيد عن البصل والحاجات دي. دلوقتي انا بجهز بس معاكم. تاني حاجه وهي الخشاف. هنعمل بقى الخشاف. حطيت القمر الدين، بقطع مكعبات كده من قمر الدين، وده برده بعمله بدري مش من بالليل ولا حاجه. يا شيخه روحي، ده انت قمر عره. ده على فكره انا بقول عليكي بقى. طب كان كده ماشي. بتحطي قمر ليه والقمر دي يعني؟ ايوه صح، انا بعمل كل يوم. هنقطع بقى مكونات الخشاف بتاعنا. بصوا، في ناس بتعمل نفس مكونات الخشاف في الحليب، وفي ناس بتعمله في العصاير، وفي ناس بتعمله في البيبسيات يعني سيفن وبيبسي وفانتا والحاجات دي. انا بقى بعمله في ميه وبحبه في ميه. لما بيكون في حليب بحط تمر بس. حطيت جوز هند عندي في الانسه اللي قاعده، وحطيت قراصية مشمشية وتين، والتمر انا مقطعاها اشطفه برضو وهحطه. وحطيت قمر الدين وحبة سكر. خلاص كده، ده برضو من الحاجات اللي بتاخد معايا وقت عبال ما بتتنقع وتدوب وتبوش يعني. يلا بينا بقى نشيل مكونات العصير دي وهنعمل كيس عرق سوس. العرق سوس ده متخمر ومتشال في الفريزر، بطلعه احطه في القماشه بتاعته كده واحطه في شويه الميه. ده تالت نوع من العصاير معانا اهو. بس كده. طبعا هسيب المعلقه في قلبه علشان كل شويه اديله تقليبه كده عشان قمر الدين يبوش معايا، وادي العرقسوس في الميه يخرط بقى وينقع براحته هو والكركديه. يبقى كده خلصنا جزء. يعني انا بالنسبه لي الناس او لما بيكون في عندك عزومه قبل ما بيبصوا على الاكل بيبصوا على العصاير، عايزين حاجه تبل ريقهم كده. بعد كده ندخل بقى على عمايل الاكل بتاعتنا. واول حاجه قشرت البصل. نقيت البصل الرفيع بقى اللي عندي كله، قلت بما اني هضربه في الكبه وهستخدمه في الكبه فيلا بينا ننقي الرفيع بدل ما احنا مش لاقيين حاجه ندخله فيها. ممكن تعملي له بقى الرفيع ده بقى يا سلام طاجن لحمه بالبصل القوارمه كده في الفرن، ليه تكايه مسيره ليه تكايه. حاضر يا خالو. المهم بقى ايه، احنا بنضرب البصل كده هنعمه كويس. كنت لسه احكي لكم القصه والقلم اللي خدته من المدامات، مدام نور ومدام حنان. كل واحده فيهم لهفتني قلم على قفايا وانا راضيه ومقتنعه. ما هو بص، اهلك ما مش هتغير، اهلك مش هتغير ولاد خالتك. خدت نص كميه البصل ونص التاني حطيت عليه فلفل وطماطم وهفرمهم. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه في البصل ده. معاكي جزء من اللي بتعملي معانا. معاكم انتوا كل ما تبقي ناويه باجي على غفله، بفاجئكم بفرحكم، مش ببقى عزماكي. تبقي معرفانا ساعات تتصلي خالتي معلش اصل انا مش هاجي، وباجي ولا ما باجيش. الله اعلم ساعات ما بتجيش. ايه الله اعلم دي. المهم خلينا بقى في التتبيله اللي عليها بصل بس، حطيت عليها فلفل اسود وملح وعصره ليمونه. تمام كده، ده البصل بس. اما التتبيله التانية هحط عليها بقى 7 بهارات، فلفل اسود، حبه خل صغيرين خالص وحبه زيت. تاني 7 بهارات وفلفل اسود وحبه خل وحبه زيت، معلقه ومعلقه، وهدوبهم كويس. وعندي قطعيه لحمه من الانتركوت او روز بيف، الاثنين واحد على فكره. في ناس بتقول عليهم روز بيف وفي ناس بتقول عليها انتركوت. خليت الجزار ظبط لي القطعيه كده كلها سوا واحد، وهروح حطها في الخلطه اللي توابلها خفيفه قوي. عايزه تستطعمي طعم حته اللحمه دي، خففي البهارات بتاعتها، وهروح مقلباهم وركناهم. انا عايزه التتبيله تقعد في اللحم حبه حلوين. الخل على فكره بيساعد في السوى، عشان كده حطيت معلقه خل. والزيت بيدي للحمه لمعه كده وطراوه وحاجات حلوه. والبهارات بتاعتنا خفيفه، فلفل اسود و7 بهارات، وال7 بهارات حبه صغيرين. خلاص. الجنب التاني بقى نص ليمونه وفلفل اسود وملح. خلينا بقى نعمل مساج كده للحمه، ندخل فيها التتبيله اللي احنا عاملينها. وممكن تقطعيهم طرنشات لو انت مش عايزه تضربيهم في الكب. في كلا الحالتين هيدوكي نفس النتيجه. لما تيجي تشتغلي باللحمه هتنفضي البصل سيام بقى مفروم او طرنشات. تمام كده. هنشيل بقى البوله بتاعتنا دي على جنب خالص وننساها. نسيها بقى لنص اليوم. احنا بنقول احنا لسه بدري معاكي لحد بعد العصر، نسينها خالص ومش فاكرينها ومش عايزين نفتكرها دلوقتي خالص. نجيب بقى ايه حبه كده من مشكل الجبن، زي جبنه موتزاريلا، جبنه براميلي. عايزه تحطي شيدر حطي، بس انا بحب الجبنه البراميلي، او الجبنه اللي اسمها ايه يا بنتي، اسطنبولي، المتاحه عندك فيهم حطيها على حته جبنه موتزاريلا وحبه البركه.
واخلطيهم كويس مع بعض. وكمان اعملي حبه دقيق كده عجينه عشان تقفلي بيها اطراف السمبوسه. واحشي السمبوسه انا عن نفسي ما بحبهاش باللحمه، وولادي زيي شرحوا يعني، وضيوفنا اللي هيجوا عندنا هيحبوها زينا وكان عاجبهم. احنا بنحبها كده الصراحه. والله جبنه احنا جبنه حاجه مختلفه يعني، هتحسي ان انت ممكن بتاكلي. ابقى حابه ان انا اعملها مره بالفراخ اللي هي الشاورما الصغيره. مش بحب حشوات الفراخ كتير يعني، بحس ان يعني كنوع من انواع التغيير، بس انا مش بحبها في يعني عموما يعني احنا بنحبها كده جبنه، هي والجلاش بنعشقه. انا ما كنتش بعمل جلاش باللحمه ابدا. فهنلف بقى السمبوسه زي ما انتم شايفين. وقوم ايه يا ولاد، قوم ايه بقى، نور قالت لي حنان جايه عشان عايزه تيجي، طبعا حناننا في اجازه، وقالت لي هتيجي تقعد معانا يومين يعني تبارك لنور. هي ما شافتش شقه نور بقى ولا جت اصلا الفرح ولا حضرته، لان هي سافرت قبل فرح نور بشهر. قلت لها يا سلام، بس تفطروا معايا بقى، انا كنت يا نور هعزمك انت وجوزك، خلاص بالمره حنان جايه فنفطر كلنا سوا، وبعد الفطار نخرج بقى نقعد مع بعض نعمل. قعدت بقى احلم وانا صاحي. قالت لي خلاص. فاحنا كنا معزومين انا وجوزي وولادي، والمفروض ان احنا يعني كنا عند الحاج عامر والحاج عزت وكده، وان احنا اتاخرنا، فهم قالوا خلاص باتوا معانا. روحنا وصلنا بيتنا الساعه 6 الصبح انا وجوزي وولادي، علشان انا قلت لهم لا انا عازمه نور وحنان. نور يعني مش هكذب عليكم، الحاج عامر قال لي ايه، نور بنتنا ومننا وعلينا، واحنا هنكلمها ونقول لها هتجيلي العزومه يوم كمان. قلت له لا، ده حنان بنت خالتي جايه من الشرقيه عشان تتعزم عندي، اقسم بالله ما يحصل ابدا، هروح. المهم وصلنا بيتنا الساعه 6 الصبح. خلاص كده هكمل لكم الحكايه بقى. بعد الفراخ جبت فراخ بلدي وغسلتها كويس ونقعتها وظبطتها، بعد كده حطيت لها هتبلها بالخلطه اللي انتم شايفينها، بصل وفلفل اسود وملح، بصل فلفل اسود وملح ونص ليمونه، وهركنها شويه. انا عايزه التتبيله دي تتغلغل كده جوه اللحمه وتبقى موجوده معايا. المهم هشوح البصلايه، جبت بصلايه ومعلقه سمنه بلدي، وهشوحهم كويس عشان هعمل الخلطه او الحشو بتاع الفراخ البلدي. وهوريكي ازاي تحطي فراخ بلدي شمرت على السفره برز، محشيه رز، من غير ما تفرقع منك ولا تبوظ ان شاء الله يعني، ان شاء الله. المهم بقى ايه، خلاص بقى الدنيا تمام ومعانا زي الفل. العصر بقى بصحي نور من النوم عشان تيجي. يا نور تعالي بدري. حاضر والله انتي لسه مصحياني هصحى. هي حنان ركبت؟ قالت لي حنان مش جايه. ادي اول قلم، خليكوا شاهدين. بس حنان مكلماني بالليل قالت لي انا ما كلمتكيش عشان هي قالت لي انا هقفل معاكي وهكلم سمر اعرفها. والله ما كلمتني، هي كلمتني قلت لها انا قاعده مع ناس وهبقى اكلمك، بس يا حنان تعالي واللي انت عايزاه هعمله لك هنا. ورحت مكلماكي انت قلتي لي اقنعتها بس خلاص. لا بعديها بقى كلمتها تاني لما روحت وهي قالت لي ان هي مش المهم حطينا فلفل اسود وحطينا ملح وحطينا 7 بهارات، لو عايزه تحطي مش عايزه خلاص. وهتشوحي الرز ده كويس قوي، بعد كده حطي له بق ميه يستوي بيه، سويه مش نص سوا، مش زي رز الحمام، لا اقل شويه. فقلت لها حنان مش جايه؟ يا نهار اسود، حنان مش جايه؟ لا يا نور، لا يا نور ما تهزريش. هو عموما ليلتك سعيده يا ضيف، عليك وعلى عيالك، احنا هناكل وهنتبسط وهنفرفش والاكل هيكفينا لتاني يوم، هريح تاني يوم، احنا مش زعلانين خالص. خلاص يا نور حصل خير، يمكن كان هيحصل لها حاجه في الطريق، خير من عند ربنا. تعالي انت وجوزك. قالت لي ماشي، هقوم افوق واجيلك. لحد كده احنا مستنيين نور، خلينا نطبخ بقى لحد ما نور يجي. هنحشي بقى الفراخ. لا ده لسه في قلم تاني هحكي لكم عليه. هحشي الفراخ بقى زي ما انتم شايفين كده من تحت الجلد. انا صفقت الجلد بتاع الفراخ كمان زي الحمام كده، لان ان شاء الله ايه يعني مش هحطها في ميه كتير فمش هتفرقع مني. وهحط من جوه وهقفل الفراخ بتاعتي كويس. وتعالوا نشوف هنحشيها هنسويها ازاي. تبقي عايز تاكلي فراخ شمرت كده، الفرخه دي تقريبا 1.5 كيلو. هو انا قايله لابني ما تجيبهمش كبار، فهي تقريبا الواحده 1.5 كيلو. و قفليها بقى من الجناب. على فكره احنا اكلنا تاني يوم من نفس الاكل، ما عملتش اكل تاني يوم، فضلت قاعده مأنتخه بقى. دي كانت حاسه ان هي فاضيه كده، ظبطتها من الرز بتاعها. ايوه بقى هو ده الدلع كله. في فرخه مقطوعه، هي خليكم شاهدين، هي مقطوعه مش انا اللي قطعاها. حطيتها في الصينيه واحط عليها لوري، وهتحطي بهارات الشوربه عادي، ملح فلفل كمون، الحاجات اللي احنا بنحب نحطها على الشوربه معانا. اهم حاجه تملحي كويس عشان لحمه الفراخ تبقى متملحه كويس وتاكليها ملحي كويس. اخد بقى بق قهوه، انا تقريبا عامله مقاطعه للقهوه بقالي ياما. والله يا بنت امي اعمل لي كوبايه قهوه حلوه. حطيت بقى فلفل اسود حبهان، وغليت ميه في الكتل. طبعا الصينيه زي ما انتم شايفين حرفها واطي قوي، الفراخ عاليه، فخفت الفراخ بصراحه ما تستويش كويس. فهغير الصينيه واجيب صينيه غويطه شويه علشان اكون انا مطمنه ومرتاحه اكتر.
اي حاجه تقدري تسويها في الفرن، بط، فراخ، حمام، وز، كل رومي، كل حاجه من غير ما تحطيها على البوتاجاز خالص. يعني ايه، فراخ محشيه وهنسلقها في الفرن، هحط لها ميتها كده زي ما انتم شايفين، وهغطيها بورق فويل وادخلها الفرن على 45 دقيقه بالظبط. وادينا كده خلصنا من الفراخ، يبقى خلصنا من العصاير، خلصنا من الفراخ، خلصنا من اللحمه، حشينا السمبوسه، كل ده وانا واقفه في المطبخ. يعني عادي بشتغل بروقان ومستنيه نور. ازيك يا نور؟ اهلا وسهلا. وحشاني يا شيخه. وانت كمان. شوفوا بتحبوني، ظبطوا لي نور في التعليقات. بيدخلوا يقولوا لك ليه كده؟ احنا بنحب نور. ما هم بيحبوكي بس ياخدوا حقي محدش بيقول لي حاجه خالص. خالص. وروني وروني كده نور تستاهل، انا هحكي لكم قولوا لي نور تستاهل ولا لا. المهم حطيت معلقتين سكر في حله على النار عشان نعمل رز خلطه بقى، ما هو يعني ندلع نور، ندلع نور ونغيظ حنان. هكرمل السكر، هحط السكر على النار لحد ما يتكرمل معايا ولونه يتغير ويبقى لونه اللهم صل على سيدنا محمد، لونه جولد كده. هو بيتكرمل على طول بس ما تقلبوش لما يبدا يسيح، يعني ما تقلبوش وهو سكر، لان السكر هيلزق منك في المعلقه ومش هتعرفي تنزليه تاني. ولو حطيتيه في المعلقه في الميه بقى لما تيجي تغلي هينزل، بس هيبقى سكر، انا عايزاه كرمل علشان يبقى طعمه كمان عامل شويه. المهم الكبه بتاعتي دي كان مكان البصل حطيت فيها ميه، واخدت ايه فرافيت البصل اللي فيها كده نزلت معايا في الميه. حطيت معلقه سمنه بلدي، لو عندك شوربه حطي شوربه وما تحطيش سمنه ولا اي حاجه تاني، شوربه وخلاص. وحطيت حبه فلفل اسود صغيرين وحبه قرفه وحبه ملح، كله نص معلقه صغيره. واللوري بتاعك عايزه تحطي لومي حطي، عايزه تحطي قرفه خشب، انا تقريبا هحط قرفه خشب، ايوه كده. ومعلقه ربع معلقه عسل اسود، لان انا مش مكتره كميه الرز. مش عايزه تحطي، طب يا سمر الرز ده مش بيبقى مسكر؟ لا مش بيبقى مسكر، بيبقى فيه طعم جميل كده. هسيب بقى الحاجات دي تغلي شويه زي اللوري والقرفه والبهارات اللي انا حطاها ناشفه يعني حصى. وبعد ما تغلي شويه، طبعا كان لسه بدري اصلا على الرز، فانا عملت ميته وركنته. بعد بقى ما الرز خلاص اتركن كده، يا دوبك هنزل بالرز في الميه. فقلت عشان يبقى الاكل سخن، طول النهار بحاول اظبط يومي ان الاكل يبقى سخن، المغرب بيأذن والاكل يبقى سخن مدخن زي ما انا متفقه معاكم. يوم المغرب مأذن والعشاء تقريبا كانت هتأذن، ما حصلش المغرب بس دلوقتي. احنا كنا تحت بيتك بعد الاذان مين بدقيقه. شوفي مين قبل داليا. تعالي خلي. حطيت بقى اللحمه على في الجريل كده، اديتها رشه زيت وحطيت اللحمه، وزي ما انتم شايفين بتنزل صوص كده او تنزل ميه على نار هاديه. يعني اول ما بصدمها كده على الجريل وهي سخنه بروح موطيه النار، بتنزل ميه، بعد كده بعلي النار تشرب ميتها وتستوي، بتكون مستويه ومشويه والله العظيم. ما تفرقهاش عن اطعم لحمه موجوده في اي مطعم في اي حته. طعمها حلو، تتبيلتها خفيفه، مستويه كويس، طريه. هشيل بقى البصل، بصوا فرافيت البصل اللي نازله دي انا بلمها كده وبشيلها، مش بتضرني في حاجه يعني. هكمل بقى احط بقيه اللحمه. طبعا لسه بدري برضو على اللحمه، خلي بالكم، بس انا قلت اللحمه بتتسخن، يعني خليني الحاجات اللي ما بتسخنش زي الرز، او انا مش عايزه اسخنها زي الرز اسويها اخر حاجه. بس عملت لها الميه اللي ممكن تاخد مني وقت وغليتها عشان اخد نكهه التوابل فيها. بعد كده نزلت ببقيه قطع اللحمه، هي جت معايا في جريلتين، يعني اللحمه اللي عندي عملتها على 2 جريل كده، دي واحده ودي التانيه، وهديها الصدمه زي ما انتم شايفين، واروح ايه موطيه النار تنزل لي الميه بتاعتها. المهم كان ايه رايك في اللحمه؟ تحفه. ايوه مين يشهد للعروسه تحفه بنت بجد. خالتها. انا كان اول يوم اكل تقريبا والله والله. الحمد لله يا رب، ده دليل ان هي اكلها وحش ما بتعرفش تاكل. لا اكلي حلو، بس انا اللمه عشان بالنسبة لوحدكم. لي اللمه بتاكلني. اكلي حلو، شايفين الغرور يا جدعان، يا جدعان بهدلوها في التعليقات البت دي. انا اكلي حلو وجوزي اكلني. خلصت كميه اللحمه كلها، هحطها بقى في الجريل وهقفل عليها، وساعه المغرب هسخنها تاني، هولع عليها تسخن، بصوا اهي. وممكن بقى تشوي معاها طماطم وفلفل وحبه الحاجات الحلوه اللي احنا بنحب نعملها دي. بس انا خلاص هقفل على اللحمه كده، بصوا بس شايفين جمالها.
وزي ما قلت لكم قبل الاذان هروح حطها على نار هاديه، قبل المغرب الاكله هتكون اتسخنت. هعمل بقى كمان حبه شوربه لسان عصفور، وادي خلاص شوربه لسان عصفور تقريبا. المهم ادي الميه، كان قربنا بقى عن المغرب، الميه رجعت حطيتها على النار تاني، ولما سخنت شلت بالمصفى كل التوابل اللي فيها وخليت الميه بس. هنزل بقى بالرز المصري بتاعنا عادي. كنت عملت على فكره طحينه، وكنت عملت سلطه طحينه وسلطه خضراء، والفراخ كانت في الفرن كمان قربت تخلص. كل حاجه كانت خلاص تقريبا قربت اخلص، مفيش الا كمان نقلي السمبوسه، ولسه بدري قوي اني اقلي السمبوسه، وعشان تفضل الجبنه بتاعتها بتمط وسخنه كده. الكركديه بقى كان نقع زي ما انتم شايفين. جبت الازاز اللي انا هحط فيها العصير او الشفاشق اللي انت هتعمليها، ونبدا نصفي العصير بتاعنا. الساعة بقى تقريبا كانت 5 كده، فجوزي بقى بيكلم نور وجوزها عشان يشوفهم فين. قال له احنا لسه في البيت. قال له لسه في البيت؟ ده نور وسمر مصحيها من بدري. قال له اه ما احنا صاحيين جايين. ماشي 5:30 نرن على نور احنا لسه في البيت. قلت له بس بنت خالتي عملتها فيا ومش عايزة تيجي. يعني كنت زعلتك في حاجة يا نور؟ ماشي يا بنت خالتي. انت ما جيتيش ليه يا نور؟ اصل في فردة شراب ضايعه مش هاجي الا لما الاقيها. الله يخرب بيتك يا نور، طب تعالي وانا هشتريك شراب جديد. لا لازم. المهم عندي عصير فيمتو كده، فهحط نقطه على الكركديه، يعني تديله سنس طعامه ومزازه وحلاوه كده، حاجات كده يعني ندي طعم نطعم. مصطفى لما داق وقال لي زي جاهز بالظبط. ايه ده؟ الكركديه. ايوه الفهم عشان فهمت. بيقول لي انا في حد معين هو بيشرب من عنده بيقول لي نفس الطعم يعني عاجبه. ولادي بقى يقولوا لي الكركديه ده كارف حاجه. ماما مش بيحبوا كارف ايه يا ابني؟ ماما ما بيحبوش الفهم. كده كمان خلصت للعصير اول نوع يعني من العصير، والخشاف خلاص هو بيتقلب وبيتغرف وخلاص ساعه الاكل. نيجي بقى للعرقسوس. العرقسوس بتحبوا العرقسوس ولا لا؟ لان في ناس تقريبا 75% من الشعب مش بيحبه. 90%. لا 75. امال الكميات اللي بتتعمل دي بتتباع لمين؟ لل 5%. 5% بس والله العظيم. في ناس كتير قوي بتحبها. انا اول ما اتخطبت كان مثلا لو عزمنا حماتي مثلا يشموا ريحته يقوموا من الاكل، مش بياكلوا. لما كانوا بيشموا ريحته، دلوقتي جوزي بيعشقه والله. ضغطه عالي اصلا، وضغطه كل شويه بشيل الكوبايه من ايده. يا بنتي اصلا انا بخبيه منه. بيعشقه. وكريم عندي كمان بيحبه. تخيلوا بقى، انا كريم يقول لي يا ماما في عرقسوس اديني، ما فيش عرقسوس ما تدينيش عصير. وادي الرز اتشرب ولونه جبار. الرز حرفيا لونه جبار. ده انا ركنت البتاع ده لسان العصفور على جنب، انا بحسب عملته. شفتوا ما عملتيش لسان عصفور اهو عملته، ركنته عبال ما خلصت الرز. طيب. انت شفتوا ما عملتيش لسان عصفور؟ مش فاكره انت اكلتي ايه؟ نهارك مش اسود. فاكره اللحمه والرز عشان كنت باكل لحمه ورز. عمر شكر في الرز، قال لي الرز انت عاملاه بطريقه جباره، بيبقى حلو على فكره، مش بيبقى مسكر ولا حاجه. واللسان العصفور بيتحمر كده. نعمل بقى خلطه الرز زي الكبد والقوانص. غسلت الكبد والقوانص بتاعتي وقطعتها، وهحطها في حته حبه زيت على النار كده وحبه فلفل اسود، وهشوحها بس مش اكتر من كده، وهدي عليها النار. هي هتنزل ميه، هدي عليها النار لحد لما تستوي منها فيها، مش عايزين نزودها ميه ولا نعمل لها اي حاجه. خلصنا كمان شوربه لسان العصفور، والكبد والقوانص بتاعتي هتتعمل. يبقى انا تقريبا كده اقدر اقول ان انا شابوه ليا خلصت. حتى عصايري عبيتها وكل حاجه تمام، والمطبخ معايا ورايا زي الفل، والدنيا متشطبه وجميله، وكل شيء على ما يرام. ادي الفراخ كمان طلعت خلاص، كانت خلصت، وهكشف بقى عشان احمر وشها. فطبعا عامله شوربه مش اي شوربه، ده شوربه كلها بهاريز بلدي يعني. فقلت عشان اعرف احمرها كويس هشيلها من الشوربه دي وادخلها الفرن بحبه زيت كده تاخد معايا اللون، وخلاص على كده. شايفين الشوربه دي تصفيها بقى. يا ريتني كنت عملت بيها لسان العصفور، بس مش مشكله هشيلها بقى اعمل بيها ملوخيه. الفرخه اللي كان جلدها مقطوع بصوا اتفتح جلدها ازاي، بس لو دي في حله بقى كان زمان الرز وقع. عشان كده انا بقول دايما لما يكون في جلد مقطوع لحمامه او لفرخه او لحاجه بلاش نحشيها، يعني بلاش نهين كرامتها، نسيبها بكرامتها كده احسن وخلاص. هدخلهم وهبدا بقى ارص السفره، لان احنا بنحسب ان احنا ناس طبيعيين وهناكل المغرب. الزحمه بقى حذا ايه،
زحمت او حبست نور هي وجوزها في الطريق، وجم بعد المغرب بحوالي ربع او نص ساعه، واحنا طبعا يعني قاعدين مستنيين نور. يعني انا عايزه اعرف يا عم قوم كل، يا عم قوم كل، مالكش دعوه، مش هي بنت خالتي؟ انا بقول لك تعالى اعاقبها وناكل. انا قلت لك ده ابويا. ابوكي مش هياكل من غير بنته. مرضيش. أيوة، مش وكريم هياكل. بقى، مش كريم هياكل. ماما انا هاكل يا ماما انا جعان، يقول له محدش يمد ايده على اكل. ايه يا عم انت هتذنبنا عشان نور؟ ما نور اللي غلطانه يا عم. يا عم نور مش غريبه مننا وعلينا. طب اي حاجه، طب سمبوسيه طيب ولا اي حاجه. حبيبي ده. رصيت بقى العصير على السفره والاطباق وعملت نور بنت ناس بقى كده شيك وحطيت لها ورصيت لها كسر السفره. وعملت ظبطت لي الدنيا. ندمان والمعالق ندمانه. الجديدة. الطبليه ما حطيناش الطبليه ليه؟ كنت هقعدكم على السفرة. لا احنا بنحب الطبليه. مفيش دعوة، انا بحب السفرة. وسلطه الطحينه وايدي اديله بقى. اللهم صل على سيدنا محمد. عملت غلطه خلي بالكم منها عشان مش اي حد يعني تاني يوم بقى خالد بيقول لي اتعلمتي من اخطائك يا ماما. دايما بقلي السمبوسه في القلايه، عمرها ما خرت جبنه ولا طلعت حاجه. المره دي قالتها في زيت على النار، لان القلايه الزيت اللي فيها عايز يتغير، فقلت خليني احط زيت نضيف على النار اشتغل بيه، ولما اغير القلايه يبقى احط ده مكان ده. قامت السمبوسه 2 أو 3 كده خروا جبنه، فراحوا محروقين في الزيت. شلت اللي في الزيت وقلت خلاص بقى هحط مكانه البطاطس، هقلي لهم طبق بطاطس من اللي انا مخزناها وادوق نور واشوف رايها. يقوم البطاطس بقى الاقيها غمقت من مكان الجبنه، بقت بطاطس بالجبنه. بس خالد وعمر تقريبا كانوا منها أرخص. حطوا عليها توابل وكلوا منها. هي كان لونها غامق بس. عملت بقى الارضيه بتاعت اللحمه المشويه زي ما انتم شايفين بالسماق كده، بصل وبقدونس. البقدونس بيحب المشويات قوي، تحس ان هم مولودين في طله واحده كده. طالما بقى لي سمبوسه يبقى خلاص المغرب هيأذن. وبس كده خلصت السمبوسه كمان، بس عجبني لونها في الطاسه اكتر من القلايه، يعني حاساها مظبوطه كده. بصوا الجمال، بصوا القرمشه مقرمشه من بره وسايحه كده ومنفوخه من جوه وجباره. الزيت بقى زي ما قلت لكم ده مش خرط كلها، ده 2 3 خروا لي جبنه، فراحوا مبهدلين لي الزيت. فقلت خلاص يعني اهو بصوا البوز بتاعها طلع لي جبنه بس زي اللي انتوا شايفينها قدامكم في الطاسه دي. فقلت والله يعني عادي، انا هنضف بالمصفى كده فالدنيا هتحلو معايا وهتبقى زي الفل. جاي. مين اللي بينادي عليك؟ شوفوا الزيت يغمق ازاي. زعلان يا لمبي، والله انا زعلان. اهو لميت انا بالمصفى ولا ما لميتش؟ اشتغلت صح ولا ما اشتغلتش صح؟ حصل خير. بس على فكره انا تاني يوم صفيته بعد ما قليت بقى فيه البطاطس بتاعت النهارده. البطاطس دي سحبت اللون الغامق اللي فيه وغمقت. تاني يوم بقى لما قليت فيه بطاطس هو نفس الزيت، صفيته وخيرت الطاسه. لا كانت حلوه جدا. بصوا بقى الفراخ حمرناها وغرفنا لها طبق حبه رز كده تحتها جباره تحفه. كانت مستويه قوي، يعني كانت مستويه كمان زياده، يعني هي ساعه الا ربع دول كانوا كتير كمان عليها. والله يا حنان انتي الخسرانه، لو جيتي حتى تبصي على نور كل يوم ولا معبروكي ولا معبروكي، يا هتجيلك تاني. انا اصلا قلت ما تجيش. جدع بنت خالتي. انت ما تدخليش بوابه اسكندريه دي ما تعديش منها. جدع، خليها تسافر بقى. هنحط بقى الكبده اللي حمرناها على وش طبق الرز. انا مش هعمل الرز كله بالكبد والمكسرات عشان انتوا عارفين ولادي اعداء المكسرات، فخلينا نعمل طبق واحد ونغرف طبق من غير حاجه عشان نشوف ايه اللي عايز من ده ياخد واللي عايز من ده ياخد، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. ده كده شكل الطبق بتاعي. ايوه. والرز مش غامق قوي، يعني انا مش مكتره له كرملت الرز ولا البهارات، مخليها خفيفه كده. واللحمه كمان سخنتها زي ما انتم شايفين، خلصتها من بدري وسخنتها. طالما حاجه بتنفع تتسخن اخلصي منها واركنيها وبعدين بنزليها وقت ما تحبي تنزليها، يعني قصدي سخنيها وقت ما تحبي تسخنيها، اسفه. كده كمان اللحمه اتغرفت، ممكن تديها رشه بقدونس على الوش لو انت حابه. هي بقى البقدونس والبصل اللي تحت بياخدوا من نكهه اللحمه المشويه بتبقى جباره. نغرف بقى لسان العصفور، طلعنا مخلل، حطينا سلطه طحينه، سلطه خضراء. تحسوا ان الاكل يعني خفيف كده وحلو، مش انواع كتير، ما فيهاش الوان كتير. ساعات بحب الون في الاكل كتير الوان، بس تحسوا واصلا انت جايلك مش واخده بالك ان نور وجوزها اكلتهم ضعيف. نور اولا ما بتاكلش، دي عايشه على الله حكايتها،
وجوزها اكلته ضعيفه جدا، فانا عامله حساب ان انا وعيالي وجوزي وهي وحنان كتير، فممكن نشجع بعض وناكل يعني. فالحمد لله الاكل ده اكلنا منه يومين 2 مع بعض. وهنا بقى انا كنت عماله ازعق ان النور ما وصلتش والمغرب اذن وبس كده. يلا نحط بتزعقي لك. في الفيديو؟ لا مش ده كنت بدعي عليكي، نهارك ده انا دعيت وشتمت وبهدلتك بهدله، ده غير اللي المتابعين هيبهدلوها لك. يلا بقى عادي، اشوفكم في مبسوطة فيديو من جديد. الكلام ورصيت ده. السفره وقعدنا حطينا ايدينا على خدنا. يا رب النور تيجي، قصدي مش يا رب النور يجي، يا رب النور تيجي. بشوفكم بقى في فيديو جديد، ويا رب يكون تاني الفيديو عجبكم. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. دعوه حلوه ولكم بالمثل، واشوفكم في فيديو جديد. ايوه هاكل، شفتوا المغرب اذن من بدري.